يا اهلا بيكم في ملخص واحد من اجمد مسلسلات نتفليكس واللي بعنوان اركين، وده هيكون الجزء الاول من المسلسل. ولو عجبكم الملخص يا ريت تكتبوا لنا في الكومنتات علشان ننزل باللي بعده على طول. قبل ما نبدا الاحداث عايز اقول لك ان ده مسلسل بيتكلم عن شخصيات وعالم لعبه ليجا اوف ليجندز المعروفه بلول، يعني فلو انت جيمر قديم المسلسل ده اوعدك انه هيعجبك. اما بقى لو ما لعبتش اللعبه قبل كده فخلي بالك على نفسك علشان غالبا هتجرب اللعبة بعدها. يلا من غير ما اطول عليك جهز فشارك وتعالى نشوف المسلسل ده بيقول ايه. وبيبتدي المسلسل في مدينة بلتوفر اللي اتدمرت في الحرب ومعظم الناس اللي فيها ماتوا، وبنشوف في وباودر ودول اختين اهلهم ماتوا في الحرب وهم ماشيين مع بعض مش عارفين يعملوا ايه لحد ما بينقذهم فاندر وبياخدهم علشان يربيهم في المدينة السفلى اللي هي مكان كله مشاكل وعصابات. وبتعدي السنين وبتكبر في واختها وبيتصاحبوا على شوية اطفال تانيين قدهم في السن اسمهم مايلو وكالاجر، بيكونوا عايزين يطلعوا المدينة علشان يسرقوا منها اي حاجة، مع ان فاندر منعهم من طلوع المدينة. بتكون باودر خايفة تروح معاهم علشان لسه صغيرة، بس بتفضل اختها تشجعها وبتمسكها بعد ما تنط علشان يروحوا كلهم على بيت واحد غني. بيفضل كل واحد يقلب شوية حاجات من هناك، اللي باودر اللي بتفضل متنحها في لعبة لحد ما تقول لها اختها لا اخلصي احنا عايزين ناخد حاجات غالية وخلاص. وبعدها بتفتح باودر درج وبتلاقي جواها مجوهرات كتير، بس قبل ما تفهم ايه ده بتلاقي في حد عايز يدخل عليها الأوضة، فبتاخدهم كلهم وتهرب من المكان قبل ما حد يمسكها. بس وهي بتجري بيقع منها جوهرة من اللي اخدتهم على الارض علشان تعمل انفجار كبير في المبنى. طبعا الشرطة بتسمع اللي حصل وبتطلع تجري وراهم، وبعد شوية جري وفرهدة بينزل الاربعة اخيرا المجاري علشان يرجعوا مدينتهم السفلية تاني. بس هناك بقى بيلاقوا بلطجية عايزين يسرقوا الشنطة اللي مع باودر، وبتطلع باودر تجري لحد ما تتزنق ومش بتعرف تعمل معاهم ايه، فبترمي الشنطة في البحر وخلاص. وطبعا مايلو وكالاجر بيفضلوا يتخانقوا مع باودر اللي ضيعت كل مجهودهم علشان جبانه وخايفه تتخانق، بس بتدخل فيه وبتقول لهم دي اختي واهم حاجه انها كويسه الباقي بقى مش مهم. بيروح بعدها لفاندر اللي قاعد في البار بتاعه بيتفرج على هاج اللي عايز يعمل صفقه مع الحراميه اللي عنده، بس بيلاقي الحراميه عايزين ينصبوا على هاج علشان شكله محترم، فبيدخل وبيقول لهم لا دي مش اخلاق حراميه وكل واحد يتعامل باحترام بدل ما زعلكم. وبتكون في وباقي اصحابها وصلوا بيتفقوا انهم مش هيقولوا اي حاجه لفاندر علشان هيزعل، بس بيدخل عليهم فاندر اللي بيكون سمع الاخبار وعرف ان كان في تفجير في المدينه، وبيفضل يزعق لهم لحد ما تقول له في كلمني انا، هم ما عملوش حاجه وانا كنت صاحبه القرار. وبتفضل تتكلم معاه وبتقول له انها اخذت القرار ده بس علشان المدينه كلها فلوس وذهب وحاجات غاليه وهم اولى بيها بدل العيشه الدنك اللي عايشينها دي. بس فاندر بيكون خايف عليها وبيقول لها انت كده طماعه وعايزه تكسبي انما مش خايفه على اللي معاك. عموما الكام يوم الجايين شرطه المدينه هتفضل تدور على اللي عمل كده وانت لازم تفضلي مستخبيه هنا. وبيكون باودر قاعده لوحدها ولما بتحط ايدها في جيبها بتلاقي لسه معاها جوهره، فبتروح جري علشان تفرح اختها، بس بتلاقيها قاعده مع مايلو اللي بيقول ان باودر دي هي اللي جايباهم ورا لو عايزين ينجحوا في اي مهمه بعد كده يبقى لازم يسيبوها. بس في بتدافع عن اختها وبتقول له كلنا بنغلط وخصوصا انت اللي طول اليوم بتتكلم. بيكون في الوقت ده فاندر رايح لصاحبه بنزو وبيفضل يشتكي له ان اللي الاطفال بيعملوه، بيكون قلقان علشان حاسس ان في حد قطع عليهم. وهنا بقى بتوصل جريس قائده شرطه المدينه علشان كل اللي في الشارع يهربوا، وبتدخل تقعد مع فاندر وبتقول له احنا كان في بينا اتفاق، انت في حالك واحنا في حالنا، بس انت في ناس من طرفك خربوا المدينه واحنا لا يمكن نسكت على اللي حصل. علشان الدنيا تهدى قول لي على اسم واحد من اللي عمل كده وانا هرجع بيه واقول لهم اني قبضت عليه ويا دار ما دخلك شر. بس طبعا فاندر بيرفض الكلام ده وبيقول لها انا ما اعرفش حاجه عن اللي بتقوليه ده. وفي الوقت ده بيكون مساعد بنزو قاعد على السقف وبيتفرج على اللي بيحصل من فتحه في السقف. وبنرجع تاني لباودر اللي قاعده تعمل قنبله بشويه حديد ومسامير، وبتدخل عليها اختها في اللي بتقول لها انا عارفه انك فاكره نفسك ضعيفه بس انا بقول لك في يوم من الايام هتبقي اهم واحده في المدينه. وبيطلع الاتنين مع بعض على سطح المبنى علشان تفضل تحكي في لاختها ازاي فاندر لقى كل واحد من اللي بيربيهم وانها زمان كانت جبانه بس دلوقتي الوضع اتغير. وبتوري في الجوهره اللي معاها لاختها وبتقول لها انها لقيتها في جيبها بعد ما هربت، فبتقول في لاختها خليها معاكي وخلي الموضوع ده سر بينا علشان الدنيا اليومين دول خطر شويه. بعدها بنروح لسيلكو وده كبير البلطجيه في المدينه السفليه اللي كان باعت رجالته ورا في واللي معاها علشان يسرقوا منهم الجواهر، بس سيلكو بينزل ضرب في اللي كان بعته علشان فشل في مهمته ويقول له بعد كده تنفذ الاوامر بالحرف، لما اقول لك راقبهم يبقى تراقبهم وبس. وبيدخل عليه عالم شغال معاه وبيقول له ان التجربه اللي عملها على الفئران نجحت وتحولوا لوحوش ودلوقتي الدور على البشر علشان يشوف التجربه هتنجح ولا لا. وبعدها بنرجع المدينه لجيسي اللي بيته يتسرق علشان نعرف ايه الجواهر الزرقاء دي وجابها منين. بيفضل جيسي
جيسي يفتكر وهو صغير لما وقع في حادثة وأمه ماتت، لكن بعدها شاف واحد لابس لبس غريب داخل عليه وبياخده معاه لبعد تاني بتكون أمه لسه عايشة فيه. لما بيقف جيسي مش فاهم حاجة من اللي حصل بيديله الراجل الغريب الجواهر الزرقاء اللي اتسرقت منه دي، وبعدها بتوصل جيسي علشان تحقق معاه وبتلاقي البيت كله معدات وأجهزة والدنيا مش قانونية، بس بيقول لها جيسي إن دي مهمة قومية والبلد عندها علم باللي بيحصل، لكن كلامه مش بيكون مقنع وبيقبضوا عليه. لما بيكون محبوس مستني المحاكمة بيدخل عليه عالم اسمه دينجر وبيقول له احنا أهم حاجة عندنا إنك ما تجيبش سيرة السحر خالص، انت هتطلع تتحاكم قول لهم إنك كنت بتعمل تجارب علمية من غير تصريح وخلاص هتتحبس لك يومين والسلام، إنما لو قلت إن ليها علاقة بالسحر قول على نفسك يا رحمن يا رحيم. في الوقت ده بيكون الشرطة قلب المدينة السفلية طبعا بعد ما رفض فاندر إنه يسلم ولاده، وبيعذبوا الناس علشان تعترف بمين اللي عمل كده. بعد ما الشرطة تمشي الناس كلها بتروح لفاندر وبيقولوا احنا لازم نرد الهجوم ده على المدينة ونعرفهم غلطهم، بس بيرفض فاندر وبيقول لهم احنا هنفضل في مكاننا علشان آخر مرة هجمنا حصلت حرب وناس كتير ماتت فيها، بس الناس مش بيعجبها الكلام ده وبيقولوا له انت بس خايف على اولادك من الحرب، انما احنا نولع عادي. وبنروح بقى لجيسي اللي بيدخل المحكمة علشان يتحقق معاه في جرايمه والتجارب الشمال اللي عملها، وبيفضل يعتذر عنها وبيقول انها كانت تجارب بريئة يعني وما خدش منها اي نتائج، ده غير ان محدش اتأذى يعني في العملية مش طالبة افورة. بس بيلاقي ان المجلس منقسم وعمالين يقطموا فيه، فبيقول لهم طب ايه رايكم بقى انا عملت تجارب علشان اسيطر على السحر عن طريق العلم. وطبعا اول ما اللجنة بتسمع كلمة السحر دي بيقلبوا عليه وبيقولوا له احنا مفيش حاجة جابتنا ورا غير السحر ده، وانت كده بتعمل حاجة انت مش فاهم فيها وعايز تضيعنا. بس جيسي بيقول لهم ان الموضوع عادي وبيتعمل بس هم علشان جبنة مش قادرين يوصلوا فيه لنتائج. وبيقول دينجر لا بقى انت فاكر نفسك فين، هنا انا رئيس الاكاديمية وبقول لك ممنوع تعمل اي بحث عن السحر، لان السحر ده وقع قبل كده في ايد الناس الغلط وكانوا هيدمروا بيه الكوكب. قبل ما تحكم اللجنة على جيسي بتدخل امه بتقول لهم انها لازم تتكلم، بتقول ان ابنها مختل عقليا اصلا علشان كده بيقول الكلام ده وانه من كتر الشغل بس دماغه ضربت. بتصدقها اللجنة وبتحكم عليه بالفصل من الاكاديمية، وقف كل ابحاثه، ده غير انه هيتحبس في بيته علشان امه تخلي بالها منه. لما بيرجع جيسي البيت بيكون زعلان من امه ان السحر هو اللي انقذها بعد ما عملت الحادثة، بس بتقول له انا عملت كده علشان انقذك مش علشان حاجة. وبيروح بقى لسيركو اللي بيروح للظابط من الشرطة اللي بيدور على في وباقي اللي معاها وبيقول له انا عندي معلومات تنفعك، وبعدها بيروح المعمل علشان يشوف التجارب ماشية ازاي. بيكون معاه اللي ضربه وبيقول له انا تجاربي نجحت وانت لازم تشرب علشان تتحول لوحش ومحدش يقدر عليك. فعلا بيشرب السائل ده وبيتحول لوحش عملاق. وبعدها بقى بنروح لجيسي اللي بيروح لحبيبته كيتلين البيت علشان يتكلم معاها شوية، بس مش بتفتح له الباب وبتقول له ان اهلها دلوقتي بيقولوا عليه انه مجنون ومش هينفع يعمل معاهم اي حاجة. وفعلا امها بتطلع تطرده وبتقول له احنا مش عايزين نشوف وشك هنا تاني. وفي المدينة السفلية بتوصل للشرطة البار اللي فيه فاندر واللي مخبي فيه وصاحبها تحته، وبتقلب الشرطة المكان من غير اي فايدة ومش بيلاقوا اي اثر للاطفال، عشان يروح الضابط ويقول لفاندر خلي بالك علشان انا لحد دلوقتي مش عايز اتغابى بس انا قريب هزق وهزعلك. وطبعا بتسمع في الكلام ده وبتطلع لفاندر تقول له انت بقى عامل اتفاقات مع الشرطة وكده، امال ليه عامل نفسك زعيم المدينة السفلية؟ فبيقول لها انه عامل كده علشان مصلحة الناس مش اكتر، وانه زمان لما قرر يحارب معظم الناس فقدت اهلها على الفاضي. وبنرجع المدينة تاني لفيكتور مساعد دينجر اللي سمع عن ابحاث جيسي وعجبته، وفعلا بيروح يقابل جيسي وبيقول له ان دي ابحاث عبقرية ومفيش اي عالم قدر انه يقرب للنتائج دي قبل كده. وبنعرف بقى ان فيكتور ده اصلا كان من المدينة السفلية بس علشان عبقري قدر يطلع لفوق، لكن كله كان بيبص له على انه قليل مع انه اجمد منهم بكتير، علشان كده حس بجيسي وكمان اداله الداتا بتاعت البحوثات بتاعته علشان يكمل عليها. وبيروح لفي اللي بتدخل على اختها باودر واللي بتكون عامله قنبله اخيرا من المسامير والمره دي بتكون شغاله. وفي الوقت ده فاندر بيقرر انه يخلص من كل المشاكل اللي بتحصل دي ويسلم نفسه على اساس ان هو اللي سرق المدينه، بس بترفض جيسي في الاول تقبض عليه لحد ما بيقول لها ما تقلقيش انزو صاحبي هيقدر يمشي الدنيا بعد ما انا مموت. قبل ما يتحرك فاندر معاهم بيوصل سيلكو معاه الوحش بتاعه وبيقتل جيس وبيقول للظابط اللي معاها وانت ايه عايز تحصلها ولا تاخد فلوسك وتخلع من هنا؟ طبعا الظابط بياخد الفلوس ويخلع قبل ما يضرب الوحش فاندر اللي بيقع على الارض مغمى عليه، وبياخدوا سيلكو معاه ويمشي على بيته اللي بيعمل فيه التجارب. وطبعا في بتكون شافت كل اللي حصل وبتفضل تعيط انها مش عارفه هتعمل ايه من غير فاندر وهي دلوقتي قائده المكان. وبنشوف برضو جيسي وهو شغال في تجاربه مع فيكتور وبيكونوا عايزين حاجه ملموسه مش شويه نتائج على ورق علشان يقدروا يقنعوا الباقيين بالتجارب. وفي بيت سيلكو بيكون رابط فاندر وبيقول له انت قوي ولو اخدت المصل بتاعي هتبقى وحش محدش هيقدر عليه، بس فاندر طبعا بيرفض وبيقول له انت لو دخلت اي حرب مع المدينه هيقتلوك في كلمه. بس سيلكو بيفضل يهزق
بيهزق فيه وبيقول له ما انت لازم تقول كده، انت اصلا بايع القضيه وعامل هدنه مع الشرطه من زمان، واحنا اللي فاكرينك زعيم المقاومه وقلبك ميت. وجيسي بيكون رايح مع فيكتور علشان يجيب باقي الداتا علشان يعمل التجربه، بس هناك بيتمسك من واحده كانت في اللجنه وبتقول له انت حرامي ومجنون، بس الصراحه بحثك عجبني علشان كده انا هديلك مهله 24 ساعه، والله عملت فيهم نتائج كويسه خلاص هسيبك، انما لو فضلت زي ما انت هبلغ اللجنه انك سرقت البحث، وطبعا وقتها هتتقتل علشان دي تاني جريمه ليك. وبنرجع بقى لفي اللي بقت هي قائده المقاومه وبتاخد معاها كل الاطفال الا بودر اللي بتكون زعلانه ومتضايقه علشان اختها سابتها لوحدها. وفي الوقت اللي جيسي بيكون بيعمل تجاربه فيه على جوهره معاه بتقع باقي الجواهر من شنطه بودر، بتقرر انها مش هينفع تفضل طول الوقت جبانه كده ولازم تروح علشان تساعد اختها واللي معاها. بيقدر مايلو في الوقت ده يوصل لمكان فاندر وبيفك السلاسل اللي مربوط بيها، وفي واللي معاه بيقفوا قدام سيلكو واللي معاه لحد ما بيدخل مساعده اللي بياخد المصل وبيتحول لوحش خارق، بيجري على في وبيفضل يضرب فيها، وكل ده بودر واقفه وشايفه كل حاجه بس خايفه تتدخل، لحد ما بتتشجع وبتحط كل الجواهر في قنبله مسامير من اللي عملتهم وبترميها على كل اللي هناك علشان يحصل انفجار ضخم. وفي نفس الوقت بيكون تجربه جيسي نجحت وقدر يقنع اللجنه ان في علاقه بين العلم والسحر فعلا وانه مش متخلف ولا حاجه، بس الدنيا عند فاندر كانت خربانه وبيقوم من على الارض يمسك في سيلكو وبيكون عايز يقتله، بس هنا بقى بتحصل المفاجاه وبنعرف ان سيلكو ده يبقى اخو فاندر، وبيطلع اخ خاين علشان بيرمي فاندر من فوق المبنى، ومش بيكون قدام فاندر اي حل غير انه يشرب المصل، وفعلا بيعمل كده وبيتحول لوحش عملاق، بس مش بيرضى يضرب حد وبينط في نص النار علشان ياخد فيه ويهرب بيها من المكان قبل ما ينفجر، بس اصابته بتكون قويه ومش بيقدر يقاوم اكتر من كده، وبيقول لها لازم تخلي بالك من اختك الصغيره، وبيقع على الارض ميت. وبتوصل بودر اللي بتكون فرحانه ان القنبله بتاعتها عملت كل ده ونجحت، بس بتقوم في من على الارض وبتفضل تضرب فيها وبتقول لها انت قنبلتك دي قتلت فاندر وانا قلت لك ما تجيش ورايا علشان عارفه انك فاشله ومش بتعرفي تعملي حاجه. وبتفضل بودر تعيط وبتروح في تقعد بعيد لوحدها، وبيوصل باقي ضباط الشرطه علشان يخطفوا في بعد ما عرفوا انها هي اللي كانت ورا كل اللي حصل في المدينه. وبيصطاد بقى سيركو في الميه العكره وبيروح ياخد بودر بالحضن ويقول لها انا عارف ان العيله ساعات بتبقى قاسيه علينا، بس ما تلاقيش انا اللي اخدك اربيكي عندي ومحدش هيقلل من قيمتك تاني. بنروح تاني لجيسي اللي اخترعه سمع جامد وبيختاروه علشان يدي محاضره قدام كل العلماء في عيد التكنولوجيا، وفعلا بيروح هناك وهو فرحان وبيقابل حبيبته بيقول لها انا قلت لك انا اللي بكره ابقى وتشوفوا اسمه تبكوا وتقولوا كان حبيبنا تتباهوا بيه وتحكوا، بس انت سمعتي كلام امك وخلعتي فاقعدي بقى وشوفيني وانا بعلم الناس. وفعلا بيتفرج كل الناس على اختراعات جيسي وبيوري مدير الاكاديميه ازاي هم قدروا يسيطروا على الجواهر ومحدش هيقدر يستخدمها في الشر، بس دينجر بيقول له كل ده كلام جميل وعلى راسي، بس الفكره انا ما اقدرش اعلن عن السلاح ده دلوقتي لحد ما نخلص الفتره الصعبه دي. وفي الوقت ده بيكون بودر مع عصابه من العالم السفلي وبتهجم على سفينه تهريب وبتفجرها بالقنابل بتاعتها وبتدمر السفينه وتهرب من غير ما حد يقطع عليها. وبتوصل كيتلين بعدها علشان تحقق في اللي حصل وتشوف ده هجوم تاني من العالم السفلي ولا لا، وبتلاقي واحد فعلا من العالم السفلي مضروب وواقع على الارض، وقبل ما تحقق معاه بيوصل ضابط شرطه وبيقول لكيتلين المنطقه دي بتاعتي وانت خليكي في مكانك علشان ما نقطعش على شغل بعض. في العالم السفلي بنعرف طبعا ان المهمه دي كان سيلكو اللي عملها، بس كل المساعدين بتوعه بيكونوا متضايقين منه علشان خلى بودر هي القائد مع ان غلطاتها كتير، بس بيقول لهم بودر هتفضل هي القائد طول ما انا عايش، وبيروح لها ويقول لها انا عايزك تستعدي كده علشان قريب هيبقى في طلعه جديده، بس المره دي يا ريت من غير غلطات علشان انا زهقت من الفشل. وطبعا الكلام ده بيضايق بودر اكتر وبتقرر انها تعمل مهمه جديده من دماغها، بس بعدها ما حدش يقدر يتكلم عليها، وبتروح في يوم عيد التكنولوجيا ده تهجم على المكان وبتعمل حريقه كبيره وبتقدر انها تسرق كل ورق وابحاث جيسي وتهرب بيه علشان ترجع بيه العالم السفلي. طبعا بيكتمل الحزب تاني وبيقولوا لا بقى احنا سيبنا العالم السفلي ده كتير، من هنا ورايح لازم نغير طريقتنا معاه، لازم الناس دي تفهم اننا مش ضعاف ونقدر عليهم بكل سهوله. والمستشاره ميدرا بتقرر انها تزود كرسي في المجلس للعلماء، اللي هياخد الكرسي ده هو جيسي علشان هو الامل الوحيد ليهم. لما بترجع بودر بالابحاث لسيلكو بيفضل يزعق لها ويقول لها انت ازاي تتصرفي من دماغك وكده هتدخلينا في حرب ملهاش لازمه، بس لما بتديله الجوهره اللي سرقتها بيتبسط بيها وبيحضنوا بعض. وبكده نكون خلصنا اول 4 حلقات. لو عايز تعرف فين في من اللي بيحصل وايه مصير جيسي والحرب بين السكان بلتوفر والعالم السفلي هتخلص على ايه، خليك معايا وتابع الجزء الثاني، وما تبخلش نعمل لايك تشجيعا لينا علشان نستمر ونقدم لكم الافضل دايما. ولو انت مش مشترك في القناه اشترك في القناه وفعل زر الجرس علشان يوصل لك الجزء الثاني على طول، واشوفكم على خير ومع السلامه.